يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. النهارده اليوم العالمي يا جماعه للكوارع. هنعمل النهارده مع بعض احلى كوارع وشوربه رايقه كده، يعني تدفي القلب. معلش بقى اعذروني لو صوتي متغير شويه او مكتوم، عندي دور برد شديد جدا والله، بس قلت لا لازم اقوم واتحدى التعب واعمل الاكله اللي هترم عظمي وتديني طاقه وكمان اشجعكم معايا. آه، تعالوا هنا بقى ايه كنا بنعمل هنا بقى حطينا بقى الحلة طبعا احنا قبل اي حاجة انا غسلت الكوارع كويس جدا بقى وبليمون وبص مظبطاها جدا. فتعالوا بقى احنا هنا هندي للكوارع صدمة. حطيت حتة السمنة البلدي عشان احط الكوارع، وطبعا بقى هبهرها وكده. بس انا قبل اي حاجه انا غسلت الكوارع قبل الكاميرا، يعني ما غسلش الكوارع وما صورتش وانا بغسل الكوارع الصراحه. اهم سر يا جماعه في الكوارع هو غسلها، يعني لازم تطلع قشطه كده وتغسلوها كويس عشان الشوربه تكون شفافه ويطلع طعمها يجنن. هنا بقى انا كنت بدات ان انا احط البهارات عشان اشوحها. شوحتها بقى، كنت بشوحها مع المستكة والحبان والبهارات، وهقطع عليها بصلايه، جيب بصلايه وكنت محضره بصلايه وجزرايه كده هحطهم، انا بحب الجزر في الشوربه عامه. ف تمام هجيب دلوقتي، انا كنت سايباها تاخد لون بس كده، الوش اللي تحت ياخد لون قبل ما اقلبها وقبل ما احط البصلايه يعني هنا. وما تتضايقوش يا جماعه من صوتي، انا مش عارفه هي ظاهر لكم عامل ازاي بس الصراحه هو كان ضايع اصلا يعني انا بقى كويس دلوقتي عن الاول بكتير. يعني الاول كان رخم جدا الصراحه، كانش فيه صوت، كان ممنوع هنا يا جماعه انا خلصت البصلايه. آه هقلبها بقى واكون انا مجهزه الجزر اللي انا هحطه. هي جزرايه واحده بس، مش لازم يعني تحطوا اكتر، يعني هي جزرايه متوسطه الحجم، مش كبيره قوي برضو مش صغيره. نكونوا مقطعينها كويس وهنحطها شرايح كده ترانشوت، هنحطها بقى معاها هتدي لها طعم كمان وهتبقى جميلة الصراحة يعني. عايزة اقول لكم بقى ان انا شايلة هم يعني غسيل الاطباق وترويقة المطبخ دي بعد بعد كل اكل الصراحة، بعد كل طبخ ببقى شايلة هم التنظيف بقى، خصوصا بقى اللي انا ايه بقى تعبانة، بس الصراحة يعني بعد الاكلة دي مش هبقى تعبانة اكيد. هنا حطيت قرفة، عود قرفة كده كنت مقصفاه. بدأت ان انا احط بقى المية المغلية، كنت غليها في الكاتل. اوعى يا جماعة حد يحط مية ساقعة ولا يحط مية من الحنفية، يعني لازم نحط مية سخنة، مية مغلية نكونوا غاليينها بقى، نغليها في الكاتل بقى، نغليها في حلة تانية جنبنا في على عين تانية، اي حاجة. هنا حطيت حتة السمنة تسيح وشوية زيت كده عشان ابدأ اعمل الرز. قلت بقى انا يعني هي تعبانه فما كنتش قادره بقى ان انا اعمل حاجه تانية جنب الكوارع ولا فته ولا محشي ولا اي حاجه، بس قلت هعمل رز وخلاص، يعني شويه رز مفلفلين كده هيبقوا زي القمر يعني. آه فهنا بقى كنت بعمل رز. فالمره الجايه يا جماعه هعمل لكم شويه فته، بصوا الصراحه يعني هيعجبوكوا جدا. بس النهارده لاني فعلا ما كنتش قادره ان انا اعمل اي حاجه غير الرز جنبها يعني، يعني لسه بقى لسه ما ما بقتش تمام. فهنا كنت بعمل الرز، خلصت الرز هنا فحطيت الشعريه في الاخر. تمام، وشويه رز مفلفلين كده، مش عايزه اقول لكم كانوا جمال ازاي، اقسم بالله يعني تسلم ايدي شكرا يا جماعه، بس بجد كانوا حلوين بجد والله. هنا هنحط الشوربه. آه، الشوربة يا جماعة كانت طعمها لذيذ جدا اقسم بالله، جميلة جدا. هنا بقى كان الرز خلص وكنت سايباه الاكل بيتجهز. قلت اما اروق المطبخ. ده كان يومي مع الكوارع الدايبة والرز المفلفل. الكوارع كانت دايبة دوب كده، عايزة اقول لكم كانت جميلة جدا. فانا سبتها بقى كده كانت بتستوي، قلت اما انضف بقى المطبخ واغسل المواعين وكده لحد ما اخلص.
وهنا قلت بقى كنت خلصت المطبخ في الترويق وكل حاجة، وقلت هقدم الاكل كده، خلصت الشكل النهائي للاكل. انا ما بحبهاش يا جماعه بالكوارع تبقى في صلصه، انا بحبها كده بتبقى اجمل الصراحه، يعني احنا كلنا في البيت بنحبها كده. كانت جميله الصراحه. احلى حاجه طلع يعني في الموضوع كله ان المطبخ رجع بيبرق تاني يا جماعه. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه والنشاط ده، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي وانا احسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هبقى احسن. وده بقى الفينش. الشكل النهائي للمطبخ بعد ما طلع عيني الصراحة، بعد ما خلصت المطبخ والمواعين والترويق والمسيح، قلت اروق على نفسي بقى، يعني ازاي لازم اروق على نفسي، اعمل كوباية شاي كده تظبط الدنيا. وبس، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.